صحابي كلموني يا اسلام ما تاخدش الخطوه ديت لانك ما تضمنش رد الفعل وانت ممكن تروح ما ترجعش وحاجات غريبه فيها. يا مش جماعه للدرجه دي برضه، احنا مش عايزين ما عشان كده انا قررت آه. اروح. يعني انا قلت اشوف قدام عيني. طلعت بقى فوق بقى. طلعت فوق، خدت الموبايل بتاعي وقاعد مستني، فقال المختلف معايا اتفضل اطلع. فطبعا هو كان في واحد من المؤيدين ليه بيقول له اطلع، فقال له انت لا، انت كده كده محسوب عليا، فهتطلع تعمل ايه؟ تمام. فالناس بقى بدات قالت اسلام يطلع وكده، وهم الناس دي مختلفه معايا اصلا. فهو اول ما شافني على طول وانا طالع قام قال لي ما انت بتقلب، انت يعني بتقلب وكده انت قلاب. فانا قلت له انا ما هقلب على حضرتك ليه؟ انا مختلف في حاجات معينه والحاجات ديت انا بالنسبه لي مقتنع بيها. قام قال لي هنعرف دلوقتي انت مختلف في ايه، لكن تعالى اطلع اقرا الورق ده. ده كان عقد بتاع تشيمبونج، كان نادي الزمالك عليه قضيه جديده تمام من صفقه طبعا يعني فاشله، مش محتاج ان احنا نقول ان الصفقه دي ناجحه او لا، ولكن هو بيقول ان هو خد كل مستحقاته وان مفيش فلوس على نادي الزمالك وان اتشيمبونج حد لعب في دماغه وان اتشيمبونج حد مسخنه. فانا طلعت بصيت على العقد ما لحقتش اصلا ابص، ما لحقتش تقرا طبعا، حتى مفيش تركيز برضه خالص ان انت تقرا تشوف ايه اللي في الورق. انا خدت المايك وجالي مايك تاني علشان اطلع، بس انا كنت عايز اناقشه. انا انت طالع تناقشه في حاجه ثانيه خالص بره الموضوع. لقيت في ايدي عقد فجاي بيقول لي بس اقرا وقول للناس. طب حاضر. فانا ببص قدامي، طب ايه المكتوب دوت؟ مكتوب ان اتشيمبونج خد رقم كذا، ما مش مكتوب حاجه غير فلوس. فقلت له مكتوب مش عارف 250 ولا بتاع. قال لي تمام. قام رافع لي ورقه ثانيه وهنا مكتوب كام؟ بص برضه بصيت لقيت ارقام، فقلت له مش عارف 150. قال لي يعني انا بريء يا بيه، وبدا يزعق. فانا قلقت منه بصراحه، قمت حاطط المايك ونازل. قلت بقى ما اضمنش يرزعني من المايك. طب انت كنت عايز تناقشه، كنت هتقول له ايه؟ انا كنت هتكلم معاه، اجي اقول له ايه بالظبط؟ ايه السؤال اللي كنت عايز توجهه له؟ يعني الفتره الصعبه كنت هاجي اقول له حضرتك مقتنع بموضوع ان عفاريت هي اللي بتخسر الزمالك؟ يعني انا نفسي كنت اساله اقول له انا بجد عايز اكيد حضرتك مقتنع؟ يعني انت بتدي الموروثات دي للناس، حضرتك مصدق ده؟ فانا كنت مستني اسمع رده. وتاني حاجه حضرتك عامل مشاكل مع ممدوح عباس وعامل مشاكل مع اداره النادي الاهلي، وكان ساعتها الاتحاد المصري حضرتك فاكر كان منع القيد عن نادي الزمالك بسبب احتكاكات بينه وبين الاستاذ مرتضى. فكنت اقول له لحد امتى المشاكل دي كلها؟ طب ما تفتح صفحه جديده، واللي مش هيجي النهارده وده اللي كنت اقوله له قدم مبادره للناس كلها. الناس يعني. اللي مش هيجي يبقى هو مختلف. طب انا مختلف مع حضرتك النهارده وجيت، طب ما تقدم مبادره للاستاذ ممدوح عباس وقدم مبادره للكابتن محمود الخطيب. وحتى انا الناس ديت في منهم يعني الاستاذ ممدوح عباس فترته في الزمالك مش احسن حاجه. طب انا مش معاك. بس اسلام كده فقرتنا الثانيه خلصت ومعانا الفقره الثالثه صوره وتعليق. انا هعرض لك صور بتعليق منك. ماشي يلا يا كابتن. كابتن خالد الغندور. كابتن خالد الغندور يعني اعلامي بنكهه سوشيال ميديا، هو بيتفاعل مع الجماهير وبيعرف الجماهير. انا احتكيت بكابتن خالد مرتين. مره اول ما كنت لسه راجع من بره، كان فكره برنامج زملكاوي ديت فكرتي انا اللي كاتبها على ورق يعني، وشرحتها للكابتن خالد، كلمته كنت اول مره اتواصل معاه. فبصراحه انا مش ناسيله، مش حاجه ايجابيه، ناسيله هو تجاهل القصه تماما وقال لي صعب قوي ان يبقى في برنامج في مصر لنادي الزمالك ازاي. فده كان اول احتكاك بيا بشكل مباشر معاه. وجيت قلت له الاهلي ليه منصات اعلاميه، ما تيجي نعمل فكره ومحتاج دعم حضرتك، والفكره ديت بتقوم على ان يبقى في برنامج تلفزيوني وانا معايا يعني الفكره كامله وهنتج، ما عنديش مشكله، بس انا محتاج برضو اسامي معايا تشد الموضوع. فنهر الموضوع نهر تام. نشوف الصوره الثانيه. طيب اتفضل. شيكابالا من احرف اللعيبه اللي في الكره المصريه، لعيب حريف طبعا جدا، عمل الزمالك مجهود كبير. يعني كان ممكن يستغل موهبته بشكل اكبر، ان هو يركز. مشي من الزمالك كتير، يمكن الفترات اللي مشي فيها كان الزمالك ما زال اسطوره للجماهير. يعني مش انا الحته ديت هو اسطوره للزملكاويه طبعا. طبعا الحته دي يعني حته عاطفيه شويه، انت ممكن تكون بتحب حد بدون اسباب. شيكابالا من جمهور الزمالك هو عشق بدون هدف. خلينا نتفق ان هو لاعب مهاري وعنده مهارات بصراحه يعني تؤهله ان هو من افضل اللعيبه المهاريه اللي جت في تاريخ مصر. ده وجهه نظري. المهاريه طبعا شيكابالا معشوق جمهور نادي الزمالك، وموهبته انا جيت قلت لك يعني تم اختزالها في فترات قليله يعني. نشوف الصوره الثالثه. معالي المستشار مرتضى منصور. بص انا برضو هرجع اقول لك، انا ما اتعاملت معاه على المستوى الشخصي، انا ما شفتش منه حاجه بما يرضي الله يعني. انا ما اتعاملت معاه على المستوى الشخصي هو، لكن اللي كان بيظهر بره حاجات كتير قوي. انت قلت في الحلقه انت كنت مقلق منه وانت من شويه ان انت ايوه ما اضمنش رد فعله حقيقي. بتقول سمحت بس ما كانش حقيقي. بالظبط. عملت فيديو وكده. طبعا انا كنت مقلق. انا اقول لك بصراحه انا ما اضمنش رد فعله، ما اعرفش ايه اللي ممكن يعمله. بس انا لما اتعاملت معاه وشفته وحتى في المؤتمر ده كمان وكده، على فكره في بعد المؤتمر انا قعدت مع المستشار مرتضى منصور تقريبا بعد المؤتمر الراجل مشكورا يعني قعد يتكلم معايا اكتر من 5 ساعات، بس ما تعرضش الكلام دوت، وبدا يشرح الموضوع. هو على المستوى الشخصي قدام الكاميرا حاجه،
انا بقول لك منتهى الصراحه يعني، وبره الكاميرا حاجه تانية خالص. انا باحتكاكي بيه ما شفتش منه حاجه، وانا مش كنت قريب قوي منه، لكن انا حضرته يعني على مدار 4 سنين. غيرت وجهه نظرك لما قعدت معاه بعديها؟ انا حسيت من جواه ان هو عكس اللي بيظهر الناس. انا بقول لك بامانه يعني، هو على الكاميرا الموضوع بيبقى صعب جدا، لكن هو لا، لما بتقعد تتكلم معاه تحس ان انت بتتكلم مع والدك، تحس ان هو جواه هو جواه طيب، بس المنظر اللي بيطلع صعب جدا. بس تشوف الصوره الثالثه. امام عاشور الصفقه الحزينه، من اللعيبه اللي انا زعلت عليها قوي انها مشت من نادي الزمالك. لعيب من احرف لعيبه مصر، وبرضه مش اضافه للاهلي. ايه، اضافه للاهلي جدا جدا يعني، خد 20 جدا يعني، لعيب صغير في السن، لعيب قوي ومهاري وعنده يعني عنده كوره حلوه. انا بحس بصراحه ان هو لعيب من مواصفات اوروبيه، عنده رؤيه حلوه قوي، يقدر يوصل الكوره لحد اللاعب. من الحاجات المساوئ برضه ان انا حزين لان مستشار مرتضى منصور. الزمالك كانت غلطه مين؟ مستشار، انا لسه مستشار مرتضى. عايز تقول مستشار مرتضى هو اللي اخطا في رحيل امام عاشور. اللي هو كان اخر، سيبك من سبب مشيانه، انا بتكلم حتى على طريقه رجعته. انا كنت فاكر المستشار مرتضى منصور كان قاعد كان بيتصور كده لقاء صحفي، وكان بيقول للناس ان انا خاله بيرن عليا اللي هو خال امام عاشور وانا مش هرد عليه. فالحاجات دي انا تعبت. طب ليه؟ طب يا ستة المستشار ما تردش عليه، طب ما ترد عليه وحل لنا المشكله. يقول لك هو بيرد رغبه اللاعب ان هو كان عايز يرجع للزمالك، عنده رغبه، وخاله عمال بيرن على الهوا على المستشار مرتضى منصور، وبيجي يقول لك انا مش هرن، كنت انا نفسي ساعتها صوتي يوصل له واقول له طب انت ليه بتعمل كده؟ طب ما تكلمه. يجي يقول لك لا، اللي عايز يجي ببلاش. انت ملتمس العذر لامام عاشور؟ طبعا ملتمس العذر. طبعا. شوف الصوره اللي بعدها. كهربا لعيب برضو عالي جدا، برضو مش هديه زي ما المستشار مرتضى منصور قال. الاثنين اللي فاتوا دول مش هديه، لا كهربا هديه يعني هديه من معنى اخر. امام عاشور افضل من كهربا كافاده للنادي الاهلي في الفتره الاخيره. الاثنين كل واحد فيهم افاد النادي الاهلي بطريقته. كهربا من هدافين النادي الاهلي، وعمل اضافه كبيره جدا، ورجع المنتخب مصر. وامام نفس الفكره. المستشار مرتضى منصور لما كان بيتكلم على انه دي هديتي ليك يا خطيب، كان مفترض ان هو على اساس ان هي صفقه تعبانه او ان هو مش هيضيفه. لا، انا شايفهم ان هم اضافوا الاهلي كتير، والزمالك كان بحاجه كبيره جدا ليهم بصراحه. فهو لعيب طبعا كبير. الصوره اللي بعدها. الماضي بتاعه قوي جدا، لعيب من اهم لعيبه رقم 10 الموجوده في مصر على مدار تاريخها. دخل نادي ال100. انا هنا بحب لغه الارقام، يعني انا هنا لما باجي اتكلم على عبد الله السعيد لازم احترم ارقامه. هو عدى رقم يعني اكتر من 100 جون. لعيب مهم جدا، عامل السن مقصر. انا بس عندي بعض الملحوظات على السن، العمر بس. انت شايف ان الصفقه كانت دوريه لنادي الزمالك، ولا هي بالنسبه لعبد الله صفقه جماهيريه اكتر منها؟ طبعا مفيده لعبد الله اكتر من الزمالك بكتير. هو الزمالك كان مصادره كانت محدوده. انا كان نفسي الزمالك يجيب مصطفى اشرف مكان عبد الله السعيد، لعيب منتخب اولمبي. طبعا بيلعب في مونشن جلادباخ هناك، عامل شغل كويس جدا في المانيا. 21 سنه، كان ممكن يديك سن فتره طويله. عايز محمد في ايه؟ اطلع فاصل. طيب هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ايوه يا استاذ محمد في ايه؟ استاذ محمد، سياده المستشار عايز يعمل مداخله ازاي يا استاذ محمد؟ سياده المستشار مين ده؟ المستشار مرتضى. في حد في الاعداد تقريبا. عايز يعمل مداخله فين؟ هنا معانا في الحلقه. واحنا فاصل دلوقتي؟ احنا مباشر. مباشر. استاذ محمد انت ما ينفعش تعتذر له يا استاذ محمد. استاذ محمد طب ازاي يا استاذ محمد؟ يعني احنا طالعين وحد يبلغه. يمكن حد بيزاول بس بجد. ان مستشار مين؟ لا 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 لا, لا. حد من فريق الاعداد على علاقه بيه وقال له ان اسلام يتكلم عليه. طب ارجع. طيب ورجعنا لكم تاني. معانا مكالمه هاتفيه من معالي المستشار مرتضى منصور. معالي المستشار. الو. معالي المستشار ازيك؟ ايوه يا بيه ازيك؟ كل سنه وحضرتك بخير. وانت طيب. هو الولد ده اللي انت جايبه بيهرج؟ ده هو لسه بيشتغل. مين ده اللي قعد معاه 5 ساعات يا ابو القاسم؟ لا ده بجد ده ولا؟ 5 ساعات طبعا. انت بتتكلم بجد والله؟ مين الولد دوت؟ على فكره ده جه النادي كان بيعيط. الو. ده كان بيعيط. طب بالراحه بس سياده المستشار على فكره اللي بلغك وصلك الرساله غلط. يا بيه من فضلك اسمعني. ده تهريج دون يا بيه اللي جه النادي وقعد ماسك المايك وهيزمر